لو حضرتك بنت صغيرة وضغطك بينخفض على طول وعلى طول دايخة ومصدعة وعندك ضيق في النفس ورحت لكذا دكتور وقال لك أنيميا، تعالي اما أقول لك إيه أسباب الضغط المنخفض في السن الصغير عند البنات. تابع الفيديو للآخر عشان تعرفي أنهي سبب هو اللي مسبب لك انخفاض في الضغط. عندنا أول سبب موجود في البنات الصغيرين اللي هم طوال ورفيعين، بنسميه constitutional أو benign hypotension، يعني انخفاض ضغط حميد بيبقى الضغط أقل من 90 على 60 بس مفيش أعراض، وده ملوش اي علاجات، وبيشخص بواسطه قياس الضغط نلاقيه اقل من 90 على 60 ومفيش اعراض، وعلاجه ان احنا ناخد سوائل كتير ومفيش اي مسكنات ولا اي حاجه لانه مفيش اعراض اصلا. تاني سبب بنسميه فازو فيجال سينكوب او اغماء. الاغماء سببه ان الجسم مش قادر يبقي على الاورده في الساقين وفي الجزء السفلي منقبضه عشان الدم يرتفع للمخ، وده بيحصل مع الوقفه الكتير في البنات الرفيعين الصغيرين، وبرضه يحصل مع التعرض لشيء مقزز، يعني شافت ريحه او منظر مش عاجبها، او الاجهاد النفسي، يعني بتفكر في حاجات معينه خلتها برضه يغمى عليها او ضغطها ينخفض، يبقى ده السبب التاني. وده بيشخص بالتاريخ المرضي، يعني بنشوف البنت كانت ماشيه في الشارع وشافت حاجه معينه مش عجبتها وقعت او وقفت فتره طويله فحصل لها فازو فيجال اتاك ووقعت على الارض. وعلاج هذا الامر ان احنا نزود الملح في الطعام ونشرب سوائل كتير متكرره، يعني مش من الصبح بالليل ما شربناش حاجه، لا نشرب خلال اليوم، ما نتعرضش لشمس او فقد سوائل كتير، نقلل تعرضنا للحاجات اللي ممكن تعمل لنا كده زي المناظر الوحشه ديت او التفكير الوحش اللي ممكن يخلينا يغمى علينا. ثالث سبب ضغط الدم الانتصابي. ضغط الدم الانتصابي يعني الشخص لما يبقى نايم ويقف مره واحده ضغطه بيقع فالدم ما يوصلش للمخ فالشخص يقع. ايه السبب في هذا الامر؟ السبب في هذا الامر اسباب كتيره، ولكن بنعرفه ازاي؟ الشخص وهو نايم بنقيس الضغط لاقيه 110 على 70، وبعدين وقف مره واحده نزل حوالي 20 درجه في الانقباضي او 10 في الانبساطي، يعني ال 110 بقت اقل من 90، كده يبقى عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن او ضغط دم انتصابي. وده برضو ممكن نستخدم له كومبريشن سوكس او شرابات بتاعت الدوالي ان هي تضغط الشرايين اللي في الاورده وفي الساقين ترفع الدم للمخ بسرعه، وللشخص لما يجي يغير الوضع بتاعه يغيره تدريجيا وما يوقفش لوقت طويل. دي علاجات هذا الامر. السبب الرابع الجفاف. الجفاف للبنات اللي ما بتشربش سوائل كتير، يعني ما بتشربش سوائل على طول والدم بتاعها بيقل فما بيوصلش للدماغ وللجسم كله فيبدأ يحصل الوقع أو الإغماء، وده ممكن يحصل في حالات مرضية زي الترجيع والإسهال والحاجات دي، والعرق الكتير والدورة بعض الأحيان بتعمل ديهايدريشن لو البنت ما بتعوضش كويس. السبب الخامس هو الأنيميا. الأنيميا يعني نقص الدم. الدم واصل للمخ بس الكواليتي بتاعته 50% مثلا. الدم ده هو اللي بيشيل الأكسجين للدماغ، فلو وصل للدماغ وما فيهوش إلا 50% من الأكسجين اللي المفروض يكون، الدماغ برضه بتظل كأنها مش وصل لها دم كفاية، فبرضه ممكن يحصل سينكوب ويحصل ضربات قلب سريعة ونهجان وحاجات من دي. فلو عندنا أنيميا، يعني أنيميا يعني أقل من 12، نزودها نوصلها 12 أو زيادة. خدي بالك يا ست الكل إن الحمل بيوقع الضغط، يعني الحمل في أول شهور 3 شهور أو 6 شهور بيبقى فيه انخفاض في الضغط بسبب المواد الكيميائية أو الهرمونات اللي بتفرز في الدم، فبتعمل توسع في الشرايين والأوردة، والتوسع في الشرايين والأوردة ده بيهبط الضغط، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا. فلو حضرتك حامل وعندك ضغط واطي خدي سوائل كتير واعملي الإجراءات اللي أنا قلت عليها كلها، ممكن شراب الدوالي، ناخد ملح في الطعام، نحسن الأنيميا طبعا. السبب السابع يا جماعة، مش كل واحدة عندها ضغط واطي وضربات قلب سريعة نديها اندرال أو نديها بيتا بلوكرز، حاجة تقلل ضربات القلب، لا ده حاجة حلوة أصلا. ضربات القلب لما بتسرع تتسارع عشان خاطر تواكب احتياجات الجسم، يعني توصل دم كفاية للجسم، فأنت لما تيجي تقتل هذا الأمر أو تبطله فأنت بتسوق هذا الأمر. ومش الاندرال بس اللي بيهبط الضغط، ده في ادويه انتي سايكوتيك ميديكيشن زي ادويه الاكتئاب والحاجات دي بتهبط الضغط برضه، وادويه الضغط كلها بتهبط الضغط. السبب الثامن هو السبب اللي كل الناس بتعمله انفستيجيشن، اللي هو نقص بعض الهرمونات زي الهرمون الغده الدرقيه، نقص التي 4 يعني، وكمان نقص الكورتيزون. نقص الكورتيزون ده حاجه اسمها اديسون. الحاجتين دول الناس بيعملوهم انفستيجيشن وبيظبطوهم غالبا والناس ما بتتناساهمش يعني. السبب التاسع هو عضله القلب. هل القلب بيضخ دم كويس ولا لا؟ في مشكله سواء كانت كهربيه او عضليه في القلب، يعني ما بيضخش كويس او بينبض نبضات غير منتظمه، ما بتضخش كويس الدم، نحاول نشوف ايه السبب ونصلحه. كده انتهينا من كل الاسباب بعلاجها وتشخيصها وطرق الوقايه منها. اتمنى اكون قطعت التساؤل والاستفسار اللي بيدور في عقل البنات الصغيرين اللي ضغطهم واطي على طول، بحيث ان هم بيتسالوا دايما احنا ليه ضغطنا واطي. قلت لكم جميع الاسباب اللي توطي الضغط. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وحاول تشيره مع اصحابك اللي عندهم ضغط واطي. والسلام عليكم ورحمه الله.